قال: وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغنى والنظر إلى المحرم وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. والله أن مما صرف كثيرا من الصالحين، لا أقول من المفسدين، في مثل هذه الأيام عن القرآن لهو استماع الزوامل. وربما ترى الواحد يحمل كذا كذا من الشيلات هذه ومن المقاطع، وقل أن ترى قارئا للقرآن في جواله، حتى آل بالبعض إلى أن يستمع زوامل الحوثيين. وقد مر معكم الفائدة التي ذكرها شيخ الإسلام عن الإمام الشافعي حين قال الإمام الشافعي: خلفت الزنادقة في بغداد شيئا يسمى التغبير، وهو القصائد الزهدية لتصرف الناس عن القرآن. هذه قصائد زهدية ترغب الناس في الآخرة، تزهدهم في الدنيا، وصل العبادات ولغير ذلك، إنما قصائد زهدية خالية مما يحصل الآن من ترقيق الأصوات، مما يحصل الآن بعضها في الطبل والطاسة وغير ذلك. فيقول: خلفت الزنادقة شيئا في بغداد يسمى التغبير لتصرف الناس عن القرآن. قال شيخ الإسلام: وهذا من تمام فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذه إذا كانت القصائد الزهدية وفي ذلكم الزمان وهي زهدية، يقول الشافعي: لصرف الناس عن القرآن، صرف الناس عن القرآن. الآن ترى الصغير والكبير يزومل في الطريق، ما يحتاج إلى أن يحمل في جواله، يحفظ القصيدة مثل اسمه له عجيب. وهكذا سبحان الله ترى حتى بعض إخواننا من المقاتلين بالجبهات الزامل للأخير، مع الشك ما يقال الأخير. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ولم يقل واذكروا الله فقط، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإن من أسباب الثبات والنصر والتمكين والظفر والظهور على العدو الإكثار من ذكر الله. يعني تريد أن تموت وأنت مزومل، أنت في مقام في أماكن انتظر الموت في ثانية واحدة. ما أجمل أن تموت وأنت ذاكر لله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، الحمد، حسبي الله ونعم الوكيل. أكثر من ذكر الله، من قراءة القرآن وأنت تواجه العدو. أما يبقى الإنسان يركض وراء الزوامل خطأ. ومن هؤلاء من يشيد يا أيها الطابش، هذا طارش، أي قوم يا سبحان الله، ما يقرؤون القرآن. ما حفظ القرآن هذا ما يحفظونه لا شك. ما يقرؤون القرآن أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أسباب النصر وذكر أسباب الهزيمة. تجري وراء مغني فاسق بالأغاني والرقص، وهكذا إذا حصل انتصار ما تسمع إلا والاحتفالات والأعياد. والله ليس من شكر النعمة هذه. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كان من الناس أن يخروا لله سجدا في أثناء النصر والظهور والغلبة على العدو. ما تغني وترقص، تخرج البنات والرقاصين والفنانين والموسيقى، هكذا تعامل النعم وتشكر النعم بهذه الحالات. بالرقص قال عيد كذا، أي عيد؟ والله ما آل بنا، ما وصل بنا إلى ما وصلنا إليه إلا التشبه بالأعداء ومتابعة الكفار في كل صغيرة وكبيرة. أعظم نصر في تاريخ الإسلام في غزوة بدر لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته مثل هذه الأعياد، فرحا بكسر الكفار وبهزيمتهم. يقتل 70 ويؤسر 70 من هؤلاء. بمن تتأسون؟ من أفتاكم؟ من دلكم؟ هل معكم على هذا آية أو حديث أو قول عالم بالرقص والغنى والخنا؟ ما هذا؟ لكن صدق نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقول عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. اعتز بدينك، اظهر شعائر هذا الدين، اعتز بهذا الدين، فلتبقى في حكمك يوما واحدا، فالحكم لن يبقى لك ولا لغيرك أبدا.
لن يبقى لك مهما جاملت وداهنت. الكفار لن يرضوا عن المسلمين أبدا. الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فلن يرضوا عن المؤمنين أبدا. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا تتخذوا أبدا. وكم من الآيات الكثيرة حول هذا. فالتشبه بالأعداء هم يعرفون ضعفنا، فإذا رأوا المسلم يعتز بدينه ويطبق شعائر الدين رافعا بها رأسه يهابونهم، وإذا رأوا أهل الإسلام يتابعونهم في كل صغيرة وكبيرة يخافون منهم. من ماذا تخاف؟ ملك؟ هناك ملك عند الله ليس هنا. من ماذا تخاف؟ اعتز بهذا الدين. فنسأل الله أن يهدي ولاة أمور المسلمين وأن يرزقهم البطانة الصالحة. نسأل الله أن يرزقهم البطانة الصالحة